إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب من أجل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم الطيب المبارك يسرنا ويسعدنا أن نرحب بكم مع برنامج قضايا أريتريا من شبكة السلام الفضائية. ومن خلال برنامجنا هذا وفي البدء يسعدنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، لعله في لقاء اليوم أن نتعرف إلى موضوع يتكرر في المجتمعات، وخاصة مثل مجتمعنا. الأيام والمناسبات تتعدد بين ما يكون فيها مما هو عام، مما هو المحل تقديس، ما هو محل حقيقة إكبار وإجلال كالأعياد، ويلحق بها كذلك المناسبات الوطنية من أعياد الوطن أو يوم الوطن وإلى غير ذلك من الأشياء التي تهم المجتمع بصفة عامة. في بداية هذا اللقاء، لما لهذه الأيام ولما لهذه المحطات فضيلة الشيخ من حقيقة واقع ومما لها مدلولات، لعل المسلم أن يعرف ما هو متعبد كالأعياد وغيرها أيضا من هذه الأيام والمناسبات التي تتكرر وتتعدد أسماءها في حياة الناس. فضيلة الشيخ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإسلام يصبغ حياة المسلمين عموما بطابعه الخاص، كما قال الله تبارك وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فالدين بأحكامه، بعقائده، بتصوراته، بمنظوره الخاص للكون والإنسان والحياة، وبمنظوره ما وراء الطبيعة، المنظور الأخروي والغيب بشكل عام، وعلى رأس هذا الغيب الله جل جلاله. الإسلام يصبغ حياة الناس بشكل عام بصبغته الخاصة وله تصوراته الخاصة، ولذلك تجد أن الإسلام يفارق كثير من المنظورات الجاهلية والمنظورات الوضعية عموما، يفارقها في الشكل ويفارقها في المضمون ويفارقها في المعنى ويفارقها في المبنى. وبالتالي كثير من الناس أحيانا لا يستوعب مثلا المواقف التي يطلقها بعض العلماء وبعض الدعاة من قضايا الأعياد، قضايا الاحتفالات. لا يتصور ليش إنه الناس والله بتختلف معاه، العالم كله يقول لك العالم كله يحتفل، العالم كله كذا، وهو ينسى بأن هذا العالم وهو يحتفل أصلا يسبق كذلك هذه الاحتفالات بصبغته. نعم. فاليوم مثلا نجد أن الواقع المعاصر والحياة المعاصرة، ومن خلال المنظومة الدولية الكبرى الآن اللي هي الأمم المتحدة، وهي بشكل أو آخر تعبير عن طابع ديني، طابع ثقافي، طابع هوياتي أيضا، تسبق كثير من القضايا بصبغتها، تسبقها بصبغتها. فعندما تسمع أنت بعيد الأم، وعندما تسمع بعيد الرجل وعيد الطفل وعيد الشجرة وعيد الحجر، عندك هذه الأعياد التي لا حدود لها، كثير من الناس ينظر إلى شكلها فقط، إنه والله يا أخي الإسلام أمرنا بقضية الأم، الإسلام هو ينظر إليها بهذا الشكل، لكن لا ينظر إلى أن المنظومة بكليتها مبنية أصلا على الفردانية التي فصلت الأم عن جنين عن ولدها، وفصلت الطفل عن الحالة التي أوجدت نوع من الجزر المعزولة، وبالتالي لتربط هذه الجزر المتقطعة أوجدت لهم هذا النوع من الاحتفالات. فأنت تسمع بعيد الأم، بينما نحن في التصور الإسلامي ما عندنا شيء اسمه عيد الأم، لأن هذه الأم أنت يفترض أن تكون معها في عيد يوميا. يا سلام. أنت معها. نعم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يبلغن عندك، فما قال في دور العجزة مثلا، ولا قال في دورهم الخاصة، لا، البلوغ عند الكبر في بيت البنوة،
كما أنك نشأت معهم في بيت الطفولة وتحملوا كل تبعاتك، عند ما يحصل الأمر بالمعكوس فأنت أيضا يكونون عندك حماية ورعاية واهتماما وكذا. وبالتالي المنظور مختلف باختصار، يعني الذي أريد أن أقول المنظور في كل هذه القضايا مختلف. وليست القضية أنه والله الإنسان يأتي في يوم هذا العيد الذي يسمى عيد الأم أو عيد كذا، أنه يأتي الولد مثلا بعد غياب سنة كاملة ليحمل وردة ويعطيها للأم ثم يذهب عنها بعد ذلك يتركها وهي تبكي. ليست هذه هي. فالصورة على كل في موضوع الأعياد لها علاقة بالهوية. نعم. وأكثر عالم من علماء الإسلام ربما انتبه إلى هذا النموذج اللي هو النموذج الهوياتي إن صح التعبير، ارتباط الاحتفالات وقضايا هو سماها المناسك بشكل عام، لكل جعلنا منكم منسكا. نعم. المنسك فيه الشعائر، فيه التعبديات، فيه كثير من المظاهر والرمزيات التي تعبر عنها كل أمة. هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم نظر إلى المنظور من زاوية الهوية، ارتباط الإنسان بهويته، فكأنما يقول بأن والله المسلم في هويته مغاير للهويات الأخرى، طابعه مغاير للطبائع الأخرى، نظرته للحياة مغاير للنظرات الأخرى. يعني أراد على كل شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كثير من الناس الذين لم يدركوا عمق وجذر ما يسعى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية تصوروا بأنه والله يشدد في العلاقة مع الآخر، لكن الأمر لم يكن كذلك. هو أراد أن يؤسس لنمط له علاقة بهوية المسلم في تصوره، في نظرته، في تمسكه بشعائره. وبالتالي نلاحظ بأنه أوجد نوع مما يمكن أن نسميه بالمفاصلة الهوياتية، إن هوية المسلم تختلف عن هوية غيره. هذه كانت ولذلك هذه الهوية ارتبطت عند شيخ الإسلام ابن تيمية مباشرة بقضية الولاء والبراء. فالمسلم في مفهوم الولاء والبراء يعرف لمن ينتمي. المسلم مش مجحجح. يعني للأسف الشديد كثير من الناس اليوم، كثير من شبابنا على وجه التحديد، تجده عنده ضبابية في الانتماء، حتى عندما تقول له أنت مسلم مثلا تجي في إشكال. ليش؟ لأنه لا يريد أن يظهر مثلا أمام الطرف الآخر بأنه والله عنده انتماء يصنف من خلاله بالطائفية مثلا، بينما لا، الأمور ليست هكذا. قضية الهويات الدينية، الهويات الثقافية، الهويات السياسية، الهويات الوطنية، كل ذلك يمكن أن يكون مستوعب ومدرج ضمن حالة كلية. لكن ما نركز عليه الآن هو الهوية الدينية التي تصبغ المسلم في كل شؤونه وفي كل حياته، والتي عبر عنها كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. فاعتبر ظاهرة الأعياد من الظواهر التي لها علاقة بالهوية، لها علاقة بالانتماء. وكل أمة من الأمم لها شعائرها الخاصة، لها أعيادها الخاصة. ولكن خلينا ندخل بشكل أعمق في كيف نحن ننظر الآن إلى هذه الأعياد. الإسلام ينظر إلى الأعياد من زاويتين. الزاوية الأولى، كل ما كان العيد ذات طابع ديني لا يقبل الإسلام من المسلم أن يشارك غيره في هذا الطابع، لأنه له علاقة كما قلت بالهوية. جميل. فمثلا الإسلام في صورة الهوية الدينية له عيدين، ممتاز، اللي هو رمضان وعيد الأضحى. هذه أعياد مباشرة لها صلة بشنو؟ بالصبغة الدينية. يوم الجمعة صبغة أسبوعية، يعني الإنسان هو عيد أسبوعي ويلتقي فيه، وفيه شبه على كل بما أنه يعود على الناس أسبوعيا. فإذا كان العيد صبغته دينية، هنا لا يقبل الإسلام بالخلط فيه ويحاول أن يميز نفسه. ولذلك تجد أنه نحن في كل عام لما تأتي الأعياد بتاعة الكريسماس نحاول قدر الإمكان أن نقول للناس يا أخواننا ميزوا أنفسكم. هذه الأعياد صبغتها دينية، ليس صبغتها عادية، يعني ليست من الصبغة العوائد والتقاليد، لا، هي صبغة دينية. فأنت مثلا النصراني لا يحتفل بدينك ولا يعني أن يحتفل بدينك، ولا ينشغل نفسه أصلا بأنه والله في عيد أضحى ولا في عيد رمضان، مش كده؟ لماذا؟ لأن هويته مختلفة، طابعه في الأعياد مختلف. وبالتالي هنا الأعياد التي صبغتها دينية لا مجال للمشاركة فيها. طيب نأتي إلى الأعياد التي الآن كثرت وصبغتها ليست دينية. أشبه ما تكون بالعوائد، وخصوصا في ظل ما يسمى الآن بالدول القطرية والأوطان التي حصلت فيها التقسيمات. هنا بدأ التساؤل حول إن والله هذا الكم الهائل من الأعياد والمناسبات ماذا نفعل فيه؟ وهنا حقيقة تتباين
النظرات فيه، وكل له مدخله على كل. فالذي ينظر إلى أن والله هذه القضايا كلها لها علاقة بواقع غير صحيح، هو أصلا واقع التقسيم، واقع التجزئة، واقع الانتماء القطري، لم يكن واقعا أصيلا في الأمة. الأمة كانت كلها أمة واحدة وبنظام ولاية واحد، حتى لو كان هنالك مثلا سلطنات بعيدة عن المركز، لكنها تظل في النهاية الإمامة لا تنازع. يعني مركز المسلمين كان في إمام واحد، وممكن تتعدد الإمارات والسلطنات، لكن لا أحد من السلطنات يزعم بأنه هو هو خليفة المسلمين مثلا. فالأمة كانت شيء واحد، وبالتالي لم تنشأ في داخلها هذا النوع من الأعياد، مثلا أعياد المتعلقة بعيد الوطني أو عيد كذا. على كل، فمن نظر إلى المسألة بأن والله كل هذه هي عبارة عن ناتج ومخرج لواقع غير صحيح، منع منها وركز في الأعياد ذات الطابع الهويات. ومن نظر إليها من زاوية أنها ليست تعبدية، إنما هي عادية، ولا أحد وهو يحتفل يشعر أنه يمارس سلوكا دينيا، تعامل معها من منطق العادات وليس منطق العبادات. فصار يقول والله هذه نشترط فيها شيئا واحدا، وهي ألا تشتبه بالأمور الدينية أو بالمنطق الديني، والأمر الثاني ألا يكون فيها منكرات يعني تمارس في داخل هذه الاحتفالات. فهذه باختصار شديد جدا موضوع كيف ينظر الإسلام إلى قضية الأعياد والمناسبات العامة. جميل، بارك الله فيكم. هذا التأصيل وهذا التفريق حقيقة حتى يعني يكون عند المشاهد والمستمعين جميعا واضح المدخل وواضح التفريق كذلك. الحقيقة إذا دخلنا فضيلة الشيخ إلى موضوع يعني حقيقة الناحية اللي ممكن تجمع أبناء الوطن، يعني خاصة الآن مثلا كشيء قومي أو كشيء عام يجمع أبناء البلد الواحد، مثل هذه الاحتفالات التي تتعلق في واقعنا الأريتري مثلا كفاتح من سبتمبر أو الاحتفال التحرير. ما يعني نظرة الأريتريين ولهذا الحدث في وجدانهم، يعني هل هو ماخذ يعني ما يستحقه من أمور حقيقة لها دلالات في هذه المناسبات؟ بارك الله فيكم. نعم. الأريتري بشكل عام ستجد أنه والله مرتبطة موضوع الأعياد المناسبات بالأبعاد التاريخية على كل وتشكل الكيان الوطني الأريتري. فمثلا ستجد أنه والله هنالك ارتباط مباشر وجدانيا مثلا بقضية تفجر الثورة الأريترية. جميل. ومعظم الأريتريين يهتمون بمسألة الفاتح من سبتمبر مثلا. لماذا؟ لأنه كان هذا نقطة انطلاق ثورتهم التي حاولوا أن يعلنوا من خلالها الاستقلال والحرية، وأن يعلنوا كذلك عن الهوية الخاصة بهم، ويعني يخرجوا من عباءة ما كان في ذلك الوقت اللي هو الواقع في أثيوبيا والإمبراطورية الكهنوتية التي كان على رأسها الإمبراطور هيلي سلاس، وما كانت تعانيه في ذلك الوقت. على كل، اليوم ربما المعادلة اختلفت كثيرا في الواقع الأثيوبي مثلا. حصلت نوع من الانفراجات، وحصلت نوع من خاصة المكون المسلم، لكن بالنسبة لنا على كل في الفاتح من سبتمبر هنالك شعور خاص يعبر فيه الأريتري عن ذاتيته وعن هويته الوطنية، ويعبر فيه عن نقطة التضحيات التي أثمرت في نهاية المطاف إلى وطن اسمه إريتريا منفصل عن إثيوبيا. هذا جانب. المحطة الثانية أيضا التي لها على كل علاقة بالإريتريين هي المحطات الفاصلة في المعارك الكبيرة. تجد أنه والله مثلا معركة تقربة مثلا، هذه من المعارك التي يهتم بها الإريتريون بشكل كبير. وهنالك أيضا معارك التحرير في نقفة وفي أفعبات ومصوع وغيرها. على كل المعارك تختلف، وكل اتجاه ربما يعطيها بعدها الخاص. فتقرب عند جبهة التحرير الإريترية مثلا تعتبر محطة فاصلة، وهي أيضا نقطة بدء، يعني انكسرت فيها القوات الإثيوبية، وينظر إليها الإريتري في جبهة التحرير في ذلك الوقت بأنها أيضا محطة من المحطات الكبيرة. من المحطات أيضا الفاصلة هي نهاية المطاف عندما انهزم الجيش الأثيوبي ودخلت القوات الإريترية أو الجيش الإريتري دخل إلى أسمرة في 25 أو في 24 من مايو 1991،
كلل ذلك بالاستفتاء في 24 مايو أيضا 1993. وبالتالي بدأ الإريتري ينظر الآن إلى أنه والله في نقطة بدء للثورة الإريترية وفي نقطة منتهى، وهي تحرر البلد ودخول الإريتري لعاصمته. فظل هذا أيضا نوع مما يشكل الوجدان. على كل الشعوب، حتى ليست حالة إريتريا، كل الشعوب لها دائما ما يعرف بالرمزيات، لها علاقة بهويتها، بتشكلها، بنضالاتها، بذاكرتها التاريخية، بما يشكل في نهاية المطاف ما يمكن أن يسمى بالهوية الوطنية. ستجد أن والله الهوية الوطنية متشكلة من هذا النضال الطويل، من هذا التاريخ الذي امتد من جبهة التحرير ووصل إلى نهاياته. ولكن لا زالت بطبيعة الحال أيضا تطلعات الإريتريين لم تنتهي ولم تكتمل، فلا زال التطلع نحو الحرية والتخلص من الاستبداد، التخلص من الدكتاتورية، التخلص من الدولة التي أو النظام الذي يختزل الدولة كله في كيان أو في حالة من المكونات فقط، كما هو الآن للأسف الشديد نراه اليوم. أن تنتهي الحالة الوطنية مثلا من حالة كان يعلن فيها النظام أنه والله هو نظام علماني، نظام كذا، إلى أنه يتحول اليوم إلى راعي للكنيسة بشكل أو آخر، وفي نفس الوقت في مواجهة مع الحالة الدينية المسلمة مثلا. فهذه كلها ستبقى في نهاية المطاف فيما يتعلق بالصراع الداخلي. هذا الآن سيتحول صراع داخلي طبعا، ليس الآن صراع مع الخارج، ولكن في إطار أنه هذه الدولة التي ينظر إليها الإريتري وكيف يراها. أمامنا أيضا كثير من المحطات، وقد تكون لنا احتفالات جديدة أيضا. ليس بلازم أنه إذا كان احتفلت بسقوط المحتل الخارجي فقد تحتل في محطة من المحطات أيضا تحتفل أيضا بسقوط الكيان الدكتاتورية والاستبداد في داخل البلاد، وتضيف يوما جديدا. فهذه كلها على كل من أيام الله التي لها علاقة بعادات وطبايع الشعوب، وليس لها علاقة طبعا بالبعد الديني الخاص. نعم، بارك الله فيكم. حقيقة مثل هذه المناسبات ويعني التي تتكرر ولها يعني قيمتها وحضورها في وجدان، وحقيقة الرصيد اللي يعني من خلاله يعبر الناس عما يكونونه لهذه المناسبات والأحداث. فإن حقيقة دخلنا إلى هذه المناسبات نجد أيضا يعني هي أيضا مختطفة فضيلة الشيخ، يعني حقيقة بدلا من أن تكون يعني فرصا سانحة لبناء قيم، للتذكير بما تتضمنه هذه الأيام من أمور حقيقة هي محل إكبار وتقدير، فإن نظرنا إليها حقيقة نجدها فرصة لأمور مخالفة حقيقة بعيدا مما هي تضمنته من أحداث وذكريات وقيم ينبغي أن تحيا. لو أعطيتنا وأعطيت المشاهد ماذا يحدث في هذه الحقيقة هذه الأيام من أمور لا تليق، من أشياء حقيقة تصرف الرأي العام وتصرف الوجدان وتصرف من يحضرها ومن يحييها عن الأمور الأساسية التي ينبغي أن يعيها. نعم، لا هو طبعا كل نظام سياسي يسبق أيضا الحالة، هذا النوع من الاحتفالات يسبقه كذلك بطابعه الخاص. يعني كيف يرى النظام مثلا أن تكون هذه الاحتفالات؟ فأنت اليوم مثلا إذا بدأت تنظر إلى الشاشة الإريترية، النظام حريص جدا أن يعطيك انطباع معين في الملبس، انطباع معين في اللغة، انطباع معين في الرقص، انطباع معين في الشاشة نفسها، انطباع معين في المنصات. هذا كله له هو يريد أن يعطي انطباع. فممكن الآن شخص ما فاهم إريتريا ولا يعرف دواخلها، الذي يتابع القناة الإريترية سيخرج بانطباع أن والله الحالة الإريترية هي حالة تجرينياوية بحتة، حالة مسيحية. دي الصورة التي سيخرج بها للأسف الشديد يعني. وبالتالي أيضا التوابع الأخرى التي تتكلم عنها نابعة أيضا من هذا النوع. فهو مثلا لا يهتم كثيرا بما تهتم به أنت كمسلم، قضايا الحلال والحرام، قضايا الاختلاط، هل يجوز أن المرأة والله يعني تظهر سافرة، تظهر أمام الناس خليعة، هذه القضايا اللي أنت بتهتم فيها باعتبار الهوية الخاصة بك هو لا يهتم بها كثيرا. هذه واحدة من الإشكالات. طبعا الأنظمة الوطنية التي تهتم بفسيفساء الحالة الخاصة والتنوع الخاص داخل المجتمع تحرص قدر الإمكان أن والله لا تؤذي أي مكون من المكونات، أي مكون. يعني مثلا أديك مثال، إذا في نظام سياسي يراعي مثلا حرمة الخمر عند المسلمين مثلا،
سيراعي ذلك في تكويناته، سيراعى في ضيافته، هذا يراعى بطبيعة الحال يعني. لكن النظام اللي لا يهتم بهذا النوع ولا يهتم بخصوصيات كل مكون، تجد أنه والله هو يهمه فقط أنه المكون الذي هو خلاص يرى هذا هو المكون الغالب الذي يجب أن تسود ثقافته ويجب أن يسود نظامه، وبالتالي لا يهتم كثيرا بهذا الجانب. وبالتالي نحن هنا دورنا هو دور زراعة الوعي وصناعة الوعي صح التعبير، هو أن نقول للناس إنه والله إن كنتم تحتفلون فيجب أن تنتبهوا إلى أنه والله كثير مما تقعون فيه في الاحتفالات يجب أن تدركوا أنه مخالف لدينكم، مخالف لقيمكم، مخالف لهويتكم، فعليكم أن تنتبهوا إلى ذلك. هذه لا بد من أن ننبه إليها الناس. وبالتالي المسلم حتى وإن احتفل، يعني أنا في تقديري كان يمكن أن يتحول هذا الاحتفال كما تفضلت إلى كثير من حالات الإبداع. جميل. ولكن للأسف الشديد لا، الأمور كلها رقص في رقص، وكأنه والله الشعب الذي لا ينقصه إلا إيه؟ إلا الرقص، بينما نحن ينقصنا الكثير من قضايا الثقافة والفكر والسياسة والتنمية، تنقصنا أشياء كثيرة جدا. ولكن للأسف الشديد الأنظمة تقوم بما يسمى بدور الإلهاء، وهي نظريات الآن يوم الدكتاتوريات صارت تطبقها بشكل كبير، كيف تعمل على صناعة الإلهاء في الناس. تجد أن الشخص يضحك وهو في داخله مجروح، تجده يرقص وهو في حقيقته مذبوح، يعني هذه من المفارقات. تجده وهو يعني يشعر وكأنه والله إريتريا فعلا ليس فيها أي مظلمة، والسجون مليئة مثلا بالمعتقلين والسجون، وقد يكون أقرب الناس إلى هذا الذي يرقص وهذا الذي تراه والله يعني يفرح ويمرح، تجد أنه أقرب الناس إليه مثلا له 30 أو 20 سنة في سجون الطاغية مثلا. فهذه كلها قضايا تحتاج إلى أن الناس يلتفتوا إليها، وهي أولى من هذا النوع من الاحتفالات. يعني أن يخرج سجين من سجون الطغاة أفضل 1000 مرة من أن تحتفل باحتفالات هذه التي نراها الآن يهتم بها النظام. الاحتفال الحقيقي هو أن تخلو السجون من المعتقلين. الاحتفال الحقيقي هو أن يعود اللاجئ الذي هو في مخيمات اللاجئين 40-50 سنة إلى بلده. الاحتفال الحقيقي هو أن يجد الشاب الأريتري فرصته في وطنه. الاحتفال الحقيقي الذي ينبغي أن نركز عليه هو كيف يعود الشباب الأريتري إلى أن يمارسوا أوضاعهم الطبيعية في بلادهم، هذا الوضع الطبيعي. لكن نحن الآن للأسف الشديد تجد أوضاعنا في أسوأ ما يكون، ولكن يحاول النظام أن يقنعنا بأنه لا، الأمور طبيعية جدا، بل ويترك الرقص داخل البلد ليلاحق المشردين في أوروبا والمشردين ليذهب هناك أيضا ويرقص معهم ويأخذ أموالهم أيضا. أي هذا أيضا مما يعني يشار إليه حقيقة. هذه المناسبات أصبحت مناسبات يعني إلهاء وعبث، وأيضا حقيقة تجزير للتفرقة وللمنافسة الغير شريفة، يمكن إن صح أن نقول، في يعني إبراز يعني فني أنا كقبيلة فلانية أو قومية فلانية. يعني هذه من الأشياء التي يعني ربما يريد أن يغرسها في هذا المجتمع، فيشتته من خلال الهاء ومن خلال الفنون كل جهة من جهتها. ثم أيضا هي يعني كما أشرتم أصبحت عبء ثقيل هذه المناسبات في حقيقة، يعني أخذ أموال الناس بغير حق في ما يجمع من هذه المناسبات في مختلف، وتذهب إلى يعني هذا النظام الظالم الذي يصرفها فيما هو يريد. يعني فلعل هذا أيضا مما يشار إليه ويوضح. بارك الله فيكم. لا، هو طبعا من المفارقات العجيبة، كان الجبهة الشعبية تقر بالتعددية الثقافية واللغوية، وقسمت القوميات على هذا الأساس، على أساس اللسان، وعلى أساس اللسان طبعا ستترتب عليه الأغنية وترتب عليه المسرحية وترتب على النماذج الأخرى من التراث والتقاليد. فكان بعد أن دخل الجبهة الشعبية إلى أسمر، أول من أوائل المنشورات أو المراسيم التي خرجت هو الخوف طبعا من أن هذا التعدد الثقافي يتحول إلى تعدد سياسي. فأول منشور خرج إنه والله ما يتعلق بالفقرات المتعلقة بأنه نحن قوميات متعددة فقط يراعى في الجانب الثقافي وليس له علاقة بالجوانب الأخرى. يعني أنت فقط ترقص، تصدر نشيد، تقول قصيدة، تجيب الفلكلور حقك الخاص بك، لكن لا تحاول أن تذهب إلى المحطة الأخرى، وهو ما دام والله تعددية الثقافية، تعددية يفترض تكون معها حقوق، مش كده؟ جميل. لكن هو أراد أن يقول لك لا، موضوع الحقوق لا تطمح فيه، يعني قضية أن تتحول هذه إلى جانب سياسي هذا محظور. فمن الوهلة الأولى أصلا حرمك أنت من أن تفكر خارج هذا الصندوق. فلا تحاول أنه والله تقول يا أخي أنا كقومية مثلا ليش ما أكون والله في الإطار السياسي موجود مثلا،
طبيعي. أنت تريد أن ترى، ما هي كثير من الناس يقول لك والله هذا الوطن لابد أن يكون مرآة للجميع، مش كده؟ طيب أنت تريدني أن أكون مرآة في الجانب الفني، تريدني في التلفزيون عندي نصف ساعة في الأسبوع ولا كذا إنه أرقص وأقول شعر بلغتي وكذا فقط، هذا هو الوجود؟ يعني هل وجودي في الوطن يختزل في الرقص والغناء؟ لماذا لا يكون هذا الوجود معبر عنه سياسيا؟ نعم. هذه إشكالات على كل للأسف الشديد. وبالتالي كما تفضلت صار النظام يعني يكسب من وراء ذلك. وللأسف الشعوب، للأسف الشديد الشعوب التي لا تتصف بالوعي المناسب لتحديات الوطن وتحديات القطر تقع في هذا الإشكال. فهو مجرد أن أتاح لي أن أرقص يتصور بأنه خلاص أعطاني حقي، وهو قد سلب منك كل شيء. سلب منك الموارد، وسلب منك السياسة، وسلب منك الحريات، وسلب منك الحقوق، وسلب منك حتى التشكل الفوقي للدولة. أنت لست متواجد فيه، ولكن أنت في القاع من حقك من حقك أن ترقص تحت حذائه وتحت كرسيه. سبحان الله. نعم. فضيلة الشيخ، حقيقة مثل يعني هذه المناسبات من المهم أن يكون هنالك حقيقة وعي ويعني ثقافة تجعلنا حقيقة كمجتمع بشكل عام نستثمرها في غرس حقيقة الأمور التي هي أساسية. كيف يمكن أن يكون للحادبين، لأبناء هذا الشباب، أبناء هذا الوطن، حقيقة أن ينتبهوا لنجعل من مثل هذه المناسبات يعني محطات نوعي فيها الناس، يعني أشياء ممكن أن نفعلها يعني شعب يعني مسلم وغير مسلم في أمور تهم البلد، تهم كيانه، تهم استقراره، تهم حقوقه. هذه المناسبات لا شك أنها يعني حقيقة فرص جميلة، لو يعني كيف نوجه أنه نستغلها بالاستقلال الأمثل والأفيد. بارك الله فيكم. وعلى كل الاستثمار الأمثل لها هو أن نستحضر أهدافها. يعني أنت لما تتكلم عن تفجر الثورة الإريترية مثلا، لماذا تفجرت؟ لا بد أن يكون لك سؤال جوهري: لماذا تفجرت الثورة الإريترية؟ نعم. هل والله كان في الذين فجروا الثورة الإريترية هذا النوع من النظام الدكتاتوري القابض الذي يعبر عن مكون واحد ولا يعبر عن مكونات الإريترية؟ هل هذه مثلا كانت نقطة البداية؟ لما كان دعاة الرابطة الإسلامية مثلا يرفعون في مقالاتهم وبياناتهم وخطاباتهم في الأمم المتحدة كلمتين أساسيتين: الاستقلال والحرية. نعم. ألم تكن الصورة عندهم واضحة؟ يعني هم كانوا يرون واضح جدا أن والله الاستقلال والحرية، وكأنما يقولون إذا جاء الاستقلال بلا حرية فلا معنى له، تتحول إلى دولة سجن لشعبها. وهذا الذي حصل للأسف الشديد بعد مرور فترة طويلة جدا، اليوم تقريبا أكثر من 60 سنة من تفجر الثورة الإريترية. الذي انتهت إليه الحالة هو أن إريتريا سجن لشعبها، أن إريتريا محل التعذيب، أن إريتريا حالة لا يفرح بها. حتى من يتصورون بأنه والله اليوم الدولة آلت إليهم، لكن الحقيقة أنهم لا يتميزون كثيرا في مثلا سياسيا. ربما بعض الناس يشعر بأن والله صحيح مكونه هو الآن على رأس السلطة ولغته هي السائدة وديانته هي التي الآن تصدر، لكن في حقيقة الأمر هو في نفس الوقت مشرد معك. يعني هو نفسه مشرد، وهو نفسه لا يتمتع بالوجود الطبيعي داخل البلد ولا بالحياة السياسية التي يعبر فيها المواطن عن حريته وعن كرامته وعن مشاركته في دولته. كل ذلك للأسف الشديد كما تفضلت محروم منها المكون المسلم، ومحروم منها كذلك المكون الآخر. لكن بالنسبة لنا حقيقة الآن تضاعفت المسؤوليات. أنا أقول مكون المسلم مسؤولياته الآن تضاعفت بشكل كبير، وخصوصا بعد أن تبين للناس أكذوبة العلمانية الأفريقية. يعني أفريقي أكبر أكذوبة صدر نفسه بأنه والله هو يعبر عن الحالة الإريترية، وإذا به اليوم يعبر فعلا عن طائفة يحاول أن يمكن لها في أضيق مستوى من الشوفينية التي على كل نراها في الساحة الإريترية. فعلى كل تضاعفت في تقدير المسؤوليات، وبالتالي هذه المضاعفة ستحتم علينا أن المناسبات أيضا تتحول، أنه كيف نغرس في أبنائنا، كيف نغرس في نسائنا، كيف نغرس في المحيط الذي نعمل فيه، أن والله نحن شعب مغيب الآن عن وطنه، شعب شرد عن حقه وليس له وجود. وبالتالي يجب المنصات أن تذهب في هذا الاتجاه. فإذا جاء مثلا مايو اللي هي مسألة الاستقلال، يجب أن نطرح سؤال: هل تحقق الاستقلال بالمعنى الحقيقي، أم نحن اليوم حقيقة دولة
تقمع شعبها وغائب الحرية تماما. إنما نتكلم عن أنه والله دولة تعبر عن مكوناتها المختلفة. هل المشاركة السياسية فعلا متاحة اليوم للشعب الإريتري بحيث يكون فعلا حاضر في مشهد الدولة؟ والله نحن والله حاضرين في مشهد المحرقة فقط. إذا أراد أن يواجه أي طرف من الأطراف يحشدنا في الجبهات الأولى، وتسمع أعداد كبيرة جدا من أبناء المسلمين قتلت، ولكن لا وجود لهم على مستوى السلطة. كل ذلك يجب أن يطرح في التساؤلات الجوهرية لقضية الاحتفالات هذه. بارك الله فيكم. حقيقة يعني أيضا جانب لعله يكون من الأمور التي يعني تحقق اللحمة وتحقق الوحدة الوطنية، يعني إن استثمرت هذه المناسبات لأنها حاضرة في وجدان الجميع. فكيف يمكن فضيلة الشيخ أن نجعل حقيقة يعني وخاصة الحادبين على هذا الوطن ومن حرموا منه وخاصة الذين في الخارج بدلا من هذا الشتات، كيف يمكن حقيقة أن تكون هذه المناسبات فرصة لزرع القيم للوحدة التي أحوج ما نكون إليها، وخاصة لا يخفى ما يشهده يعني الخارج، الشعب الإريتري في الخارج اليوم، وهو يخوض صراع ويخوض حقيقة حراك يعني فاعل وحراك ذات مدلولات كبيرة اليوم في واقع الإريتريين. كيف يمكن أن نستثمر المناسبات العامة في الناحية الإيجابية التي ممكن أن تشكل جمع وأن تشكل رأي عام يعني يجمع ويكون قوة دافعة لمطالبنا العادلة في البلد؟ بارك الله فيكم. هو طبعا من أسوأ الأشياء التي تمر بالشعوب أنها والله تكون مثلا تحت القهر والاستعباد، وتكون تحت الملاحقات، وتكون هي المستهدفة في بلدها، ثم بعد ذلك لا يكون لها القدرة على تجميع صفوفها. طبعا دي أخطر شيء الآن للأسف الشديد. المكونات على كل مختلفة، تكاد تكون عاجزة في بعض المحطات أن والله يجمعها هدف واحد وتجمعها مناسبة واحدة. فتجد في المناسبات نتحول إلى أقاليم أو نتحول إلى قبائل أو نتحول إلى أحزاب، وكل حزب مما لديهم فرحون. هذه إشكالية كبيرة جدا. وبالتالي كما تفضلت يمكن أن نجعل من محطات الاحتفالات العامة والاحتفالات الجامعة مناسب لأن يلتقي الجميع على الأقل على منصة واحدة، وأن يسعى الكل في تحديد ما هي مشكلتنا مع النظام، ما هي عقبة أن نكون نحن في الخارج لطيلة هذه الفترة. فستجد في نهاية المطاف كثير من المشتركات التي يمكن أن يلتقي عليها الناس. لكن للأسف الشديد إذا رصدنا الحالة اليوم مثلا، حتى الحراك الأخير، الحراك الشبابي أو سمي الحراك الشعبي، نعم، الذي حصل في الأحداث الأخيرة، للأسف الشديد حصلت فيه كثير من محاولات التلاوم المشترك أو الاعتداءات اللفظية المشتركة، وهي في النهاية كل طرف يحاول أن يجير الحالة لصالحه للأسف الشديد يعني. وكأنه والله هنالك اليوم مكتسب حقيقي نحن حققنا، لم نحقق حتى الآن نحن مكتسب. نحن إلى الآن في محاولة صناعة تيار على الأقل شعبي عام للمواجهة، لم نصل إلى مساحة المواجهة بعد. وللأسف الشديد هذه إشكاليتنا على كل في الحالة الوطنية العامة، سواء كانت في صفوف المسلمين أو في صفوف المسلمين وغير المسلمين بشكل عام. ستجد أن هذا الإشكال قائم سواء بمظلاتنا الجامعة أو مظلاتنا حتى غير الجامعة. هنالك إشكالات كبيرة جدا. بدل أن نحول هذه المناسبات، حتى مناسبة أن يكون هنالك حدث نتفاعل معه جميعا، بدل أن نحوله إلى ساحة إيجابية تجعل القوى الجامدة والقوى المتفرجة، إنه والله جزء من القوى الحية وجزء من القوى الفاعلة، إذا بنا من خلال التصارع ومن خلال الإشكالات البينية نحوله أيضا إلى نقطة إشكال، فتبدأ سبحان الله وهي نقطة إيجابية وتتحول إلى نقطة سلبية. تبدأ بعد فترة إنه والله أهل المنطقة الفلانية لا يتجاوبون مع المنطقة، وهكذا. فكل ذلك على كل إشكال كبير فيما يتعلق بغياب الرؤية الواضحة المعالم التي تجعل هذا المكون كله يسعى نحو إزالة المخاطر التي اليوم تتهدد حقيقة البلد كله وليس طرفا من أطرافه. بارك الله فيكم. لعله أيضا من المناسب في ختام هذه الحلقة وهذا الحديث أن نشير إلى المعينات لغرس ولحقيقة بناء يعني الفكر الجامع والرأي الجامع.
شايف كيف فضيلة الشيخ؟ وخاصة الوسائل التي حقيقة هي الإعلام الآن، وسائل التربية، الموجهون، يعني كذلك التعليم الذي يعني لنا فيه يد حقيقة، مثلا في المهجر، سواء في يعني السودان أو في المهجر عموما. فما هي يعني حقيقة الرسالة الإعلامية والتربوية التي تنطلق من البيت، من المدرسة، من المنبر الإعلامي، في أن يكون لنا حقيقة رسالة يعني نقدمها ونفعلها، حتى إذا أتت المناسبة تكون يعني الأمر متقبل ومفهوم لدى كثير من قطاعات المجتمع في البيوت وفي يعني في بشكل أوسع في المجتمع. بارك الله فيكم. ومن أصعب الأشياء في إطار الدولة القومية أو الدولة القطرية متعددة الأديان أو متعددة الثقافات هو كيف تصنع هوية جامعة. ليس سهلا، ويلعب النظام فيه دورا بارزا، لأنه النظام يحتكر الآن الأدوات جدا. أنت تحتكر التعليم، تحتكر الإعلام، تحتكر السلطة، تحتكر الثروة، وبالتالي يفترض أن يكون المساحة الأكبر في صناعة الهوية الجامعة هو النظام. للأسف الشديد خلال 30 سنة الماضية النظام ساهم في اتجاه أحادية الهوية. يعني هو أراد أن يقول بأنه والله من خلال معسكر ساوى على وجه التحديد أراد أن يحسم قضية الهوية. يعني الهوية نحو نحو أنه والله الثقافة العامة للشعب الإريتري هي تقنية، الثقافة التقنيوية بكل ما تعني الكلمة. لما أتكلم عن الثقافة ليست لغة فقط. لما المسلم يجد نفسه مثلا في إشكال في التدين، معناه في أزمة هوية بالنسبة له. لما يلقى المسلم نفسه أمام منكرات لا يستطيع أن يقول والله فيها لا، هو أمام إشكال هوياتي. يعني مثلا عندما لا يستطيع المسلم أن يكون والله ينظر إلى الخمرة أو في مجلسه وهو في إطار الهوية الشرعية والهوية الدينية بالنسبة له، لا يجوز له أن يجلس مثلا في مائدة عليها خمر مثلا. هذا نموذج بسيط فيما نتكلم عنه في الهوية. ففي نهاية المطاف ستلاحظ بأن هنالك هوية تقزم لصالح هوية أخرى تضخم أكبر من حجمها. في نهاية المطاف سنصل إلى ما سماه بعض الكتاب العرب بالهويات القاتلة، لأنه إذا كان والله مجتمع فيه تعددية في الهويات وتحولت واحدة من هذه الهويات أن تكون هي الهوية المضخمة والهوية التي يراد لها أن تكون هي الأبرز بعنصر السلطة وليس بتفاعلات المجتمع. يعني أنا لا مشكلة عندي إن والله الشعب الإريتري أن يكون يتعاطى بلغة التجرينية اختيارا منه، لكن لما يبقى والله بمنطق السلطة وبفرض السلطة وبإكراهات السلطة هنا تحصل الإشكالية ويحصل التحول. فعلى كل نحن نعاني، خلينا نقول في هذه المرحلة التاريخية نعاني من إكراهات السلطة التي تحاول أن تفرض هوية معينة على الشعب الإريتري وتدمج كل القوميات المختلفة التي قالت بأنه هي في البداية بأن والله تعترف ب9 قوميات، لكن عمليا هي اليوم حاولت أن تحسم من الناحية الواقعية، حسمت كثير من الملفات بالصمت كما يقولون. فأنت الآن أمام إشكال على كل كبير جدا، وبالتالي بقية الأطراف ليس أمامها الآن إلا أن تثبت هويتها. أول شيء لابد أن تثبت، عشان تثبت هويتك معناها تشعر بأنه والله أنت معرض للتذويب، وهذا خطر هوياتي كما يقول. إذا كان أنت والله عندك مشكلة في هويتك لا تستطيع أن تعبرها ستناضل من أجل إثبات الهوية. فبالنسبة للمسلمين على وجه التحديد نقول لهم الآن لا مقام لكم في الدولة الإريترية ما لم تستطيعوا العمل على وحدة صفوفكم وتحديد المخاطر التي تتهددكم والعمل سويا في محاولة تعديل هذه الكفة التي مالت بشكل كبير وحصل فيها اختلال على مستوى الوطن. ونحن نؤكد بأن هذا الاختلال عندما يحصل أي شكل من أشكال الانفجار لن يكون في صالح أي طرف من الأطراف. للأسف الشديد كثير من الدكتاتوريات تنتهي في نهاية المطاف إلى الحروب. لماذا؟ لأن هي حالة من الاحتقان الذي طال لسنوات طويلة جدا، وبالتالي ستجد حتى القدرة على الاستمرار ستكون فيها صعوبة. واليوم نحن تقريبا نمر بحالة من الجوار فيها كثير من الإشكالات وفيها كثير من الحروب ونحن لسنا بدعا منها. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، شكرا لكم على ما تفضلتم به. المشاهدون والمشاهدات الكرام، حقيقة يعني نحن نعاني من حقيقة إكراهات السلطة، وهذه الإكراهات تلاحقنا في هويتنا، تلاحقنا في مناسباتنا الاجتماعية، في أفراحنا، قل أيضا في أتراحنا، وهذا يتطلب حقيقة أن يكون هناك يعني نضال مستمر حتى
يعني يكون هنالك توازن، ويكون هنالك يعني إرجاع الحقوق التي افتقدناها في مراحل مرت. ومن أعظم حقيقة ما نواجه به هذه الإكراهات وهذا الصلب أن يكون هنالك وحدة تجمعنا، ووحدة تعيد لنا حقيقة كياننا وحقوقنا التي فقدناها، إلى أن يتحقق هذا الأمر بإذن الله، ومع الصبر ومع حقيقة التضحية والعمل الدؤوب في الحفاظ على الثوابت التي نتميز بها في هذا الوطن، سوف يكون بإذن الله يعني عودة، وسوف يكون بإذن الله أمل قائم. إلى أن نلتقيكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب